ازيكم وعاملين ايه جميعا؟ النهارده هتكلم في موضوع احنا كلنا بنحس بيه بشكل او باخر، وخصوصا في اوقات بيبقى فيها الظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية صعبة شوية. تلاقي ناس كتيرة بتشتكي من ضيق الحال وان هي مش لاقية فرص شغل او حاجة زي كده. لما بنيجي نتكلم عن الناس اللي بتشتكي تحديدا ممكن نقول عن الناس اللي هي صاحبة الاعمال الحرة. يعني لو موظف هنقول ماشي، ممكن هو مرتبط بمواعيد عمل معينة فمرتبه يدوب بيكفيه فتمام. انما هنا انا عايز اتكلم عن ناس اصحاب الاعمال الحرة لما يجوا يشتكوا في حاجة زي دي. اكيد طبعا في جزء كبير قوي منه رزق وتوفيق ونصيب وكل الكلام ده احنا مش بنعترض عليه تماما، بس الجزء التاني اللي انا عايز اتكلم فيه واللي فيه ناس كتيرة من اللي بيسمعوني هيتفقوا عليه، ان في ناس كتيرة من اصحاب المهن الحرة فعلا في نوع من التكبر او التبطر على النعمة او الشغل بتاعهم. بصراحة انا دايما بشعر بالموضوع ده حتى لو ما كانش معايا دليل، بس من فترة بالصدفة ومن غير ما احاول ان انا اعرف المعلومة دي، حد من الفنيين اللي هو كان قريب مني اللي هو بيعاملني كأخ او كده قدر يفصح لي عن سر من اسرار العقلية بتاعت الفنيين او الصنايعية، يعني زي ما احنا بنقول عليهم. قال لي لو الصنايعي مفيش في جيبه جنيه وما عندوش شغل وانت اتصلت بيه، غالبا عمره ما هيجيلك من اول مرة. طب ليه؟ يعني نوع من انواع ان هو بيترسم او ان هو يوريك ان هو مشغول وان هو مطلوب او حاجة زي كده، على اساس ان انت مثلا ما تعاملوش بمعاملة وحشة. هو ايه دخل المعاملة الوحشة بان هو فاضي او لا؟ دلوقتي انا لما بتصل بصنايعي عشان يجي يصلح حاجة فاكيد انا محتاجه، فبالتالي انا تقديري ليه وقيمته هو نفسها هتزيد عندي لما اطلبه ويجي في اسرع وقت. لو هو فعلا مشغول مفيش اي مشكلة، انا هتقبل ده، بس لما انت بتكلم حد بتقدر تستشعر منه اذا كان هو فاضي فعلا وبيتصنع ان هو مشغول او ان هو مكسل ومش قادر يقوم، ولا ان هو فعلا مشغول. ده انت هتحسه من المكالمة، ده اي حد يستشعر الموضوع ده، مش عايزة خبرة. فالغالب لما تيجي تلاقي حد فعلا ممكن يكون مكسل، ممكن زي ما يكون الصديق اللي قال لي ان هو بيترسم مثلا عشان ما يبانش ان هو واقع قوي وان هو مطلوب والكلام ده. فايا كان النوعيات دي بعد كده هي دي النوعيات اللي انا عايز اتكلم عليها، ان هي تيجي يوم من الايام تشتكي من ضيق الحال، ان مفيش فرص، مفيش شغل، الفلوس ما بتكفيش، مفيش طلب عليهم، الناس بطلت تشتغل وكده. طب يا جماعة، ما انت برضو لو انت بتستغل فرص وانت نفسك بتعمل اللي عليك، طب ما اكيد انت هتبقى مطلوب واكيد ربنا هيكافئك على قد مجهودك. ده شيء منطقي مالوش علاقة باللي انا بقوله، مش انا بقول لك نظرية جديدة محدش يعرفها. نفس الكلام في ناس بتفكر بمنطق ان هو لا، انا مش هخلص كل الشغل عشان انا لو خلصت الشغل هيبتدي يطلب مني شغل جديد. طب وفي ايه يا جماعة؟ ما احنا عايشين عشان نشتغل، مش فكرة ان انت مثلا عشان بتشتغل عدد من الساعات فانت بتأقلم نفسك على ان كمية الشغل تخلصها في عدد الساعات. يا جماعة احنا مش بنستنصح على المديرين او حاجة زي كده. انت في مدير بيراقبك، بس فوق المدير ده في ربنا بيراقبك. ربنا تقييمه هو اللي بيبقى باقي. يعني لو المدير شايفك ان انت مثلا بتخلص الشغل وتمام، بس ربنا بقى تقييمه ان هو مش هيديك الفرص اللي انت تستحقها اللي تتناسب مع مجهودك ومع قدراتك. وفي نفس الوقت انت طول ما انت بتحسبها بالطريقة دي انت ما بتنميش فكرة انك تبقى قادر انك تواجه صعوبات اكتر وضغوطات اكتر ووقت عمل اكتر. دايما احسبها بان انت تعمل اللي عليك وبس قبل ما تبص للنتائج، ودايما ما تنتظرش النتائج من نفس الطريق اللي انت ماشي فيه. حاول تفهم النقطة دي كويس، مش لازم يكون العمل نفسه هو صاحب المكافأة عليك. انت ممكن تشتغل وتنمي نفسك انك تقدر تشتغل 8 ساعات متواصل والشغل ما يقدركش، بس لما هتتنقل في مكان تاني يكون في شغل اقل من كده وانت قادر تشتغل 8 ساعات، هتبقى انت متميز جدا وهتقدر تعمل انتاج كبير وكده. فانت بتنمي نفسك مش عشان الشغل ولا عشان تقييم الناس. اعمل الحاجات دي وسيبها على ربنا، اكيد ربنا مش هيضيع مجهود. لو الموضوع فادك ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد بالكلام ده، وفي نفس الوقت ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابع كل الحلقات اول ما تنزل، وتابعنا على التيك توك والفيسبوك والانستجرام. شكرا.